السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في جرايم بتحصل بالليل، لكن اللي حصل مع الدكتور أحمد الدجوي جريمة في عز النهار وبمنتهى الاحترافية. المحامي الشهير دكتور محمد حمودة طلع على الهوا وقالها بكل وضوح: أحمد ما انتحرش، أحمد اتقتل، وبطريقة احترافية جدا في فيلته بمنتجع بالم هيلز اللي مليان كاميرات مراقبة. وحمودة قال إن الجريمة دي مش شغل هواة، لا ده شغل ناس تقيلة وعندها هدف واضح، وراحت ونظفت الدنيا في وقت قياسي. المفاجأة الأكبر إن مفيش سرقة ومفيش أي دوافع انتحار، والأهم إن الدكتور أحمد كان متزن مرتب وكان فرحان بحفظ القضايا اللي رفعت عليه قبل ما يموت. وحمودة قال إن في شيك ب 166 مليون جنيه باسم أحمد وقعته جدته نوال الدجوي، بس بعدين بنتها وحفيدتها وقفوها وقالوا إن نوال مريضة بالخرف وضمور المخ، وعلشان كده النيابة بتراجع دلوقتي صفقات بيع مدارس وفيلات تمت بأسعار شبه مجانية. أسرة نوال الدجوي في مرمى التحقيقات، والأسئلة تتزايد: هل كان في صراع على الفلوس؟ هل أحمد اتصفى عشان طمع في الميراث؟ الحكاية دي أكبر بكتير مما الناس متخيلة. تابعونا عشان لسه في مفاجآت جاية في قضية الدكتور أحمد الدجوي حفيد الدكتورة نوال الدجوي،